مباراة استراليا اخطر بكتير من ما تتخيل. ولو حد فاكر ان منتخب مصر داخل قدام نسخة مطورة شوية من نيوزيلندا، احب اقول لك للاسف انت غلطان. لان استراليا منتخب مختلف تماما، منتخب بيعتمد على مشروع كروي واضح، لعيبة معظمها لسه في بداية مشوارها. يعني انت مش بتواجه منتخب كبير في السن بيعتمد على الخبرة، انت بتواجه فريق هيجري معاك 90 دقيقة، ولو المباراة وصلت ل 120 دقيقة قشطة، ما عندوش مشاكل ومكمل معاك للاخر. وده اللي خلى الذكاء الاصطناعي يصنف استراليا واحده من اخطر المنتخبات في دور ال 32، مش لانه الافضل، لكن لانه منظم جدا وبيستغل اقل فرصه وبيحول اي غلط بسيط لهدف. والاهم انه بيعرف يخليك تلعب المباراه اللي هو عايزها، يفضل واقف يديك الكوره ويخليك تهاجم، وفجاه من تمريرتين او ثلاثه تلاقي الكوره في الجون عندك. وده بالظبط اللي حصل مع اكتر من منتخب في البطوله. لكن هل معنى كده ان منتخب مصر اقل؟ لا بالعكس، انا شايف ان منتخب مصر يملك كل المقومات للفوز، لكن بشرط واحد، انك تلعب المباراة بعقل. لان اي اندفاع واي استعجال واي كورة ثابتة بدون تركيز ممكن تكلفك ان انت تخرج بدري من البطولة. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن كل حاجة: مين اخطر لاعب في استراليا، ازاي بيلعبوا، فين نقاط القوة وفين نقاط الضعف، وايه الخطة اللي لازم حسام حسن يلعب بيها. وفي النهاية هنشوف توقع الذكاء الاصطناعي ونقول هل مصر فعلا تقدر تتأهل لدور ال 16 ولا استراليا هتكتب واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم. فلو أول مرة تشوفني، أنا أحمد صلاح، وده بعد الدقيقة 90. وإذا الفيديو ده عجبك يبقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تكمل معانا سلسلة كأس العالم. ويلا نبدأ. أول سؤال لازم نسأله: ليه الذكاء الاصطناعي شايف إن استراليا أخطر بكتير مما الناس متخيلاه؟ لان ببساطه لما تبص على الاسماء مش هتخاف، لكن لما تبص على طريقه اللعب هتبدا تقلق. استراليا مش منتخب مليان نجوم، ولا منتخب يملك مهارات فرديه، ولا حتى منتخب بيلعب على الاستحواذ. وده اللي بيخليه خطير، لانه بيعرف يلعب على نقطه ضعفك مش على نقطه قوته. لكن خليني اقول لك معلومه يمكن تفاجئك: القوام الاساسي للمنتخب الاسترالي اغلبه ما بين 20 و 22 سنه، يعني لعيبه كلها صغيره في السن، لكن في نفس الوقت منظم بشكل يخليك تحس ان اللعيبه دي بيلعبوا مع بعض بقالهم 10 سنين. وده مش صدفه، الاتحاد الاسترالي بقاله سنين شغال على المشروع ده، مشروع هدفه انه يبني منتخب ينافس في كاس العالم الحالي وكمان في كاس العالم اللي جاي. يعني لما تشوف لاعب عنده 20 سنه اساسي النهارده، اعرف انه غالبا هيبقى اساسي بعد 4 سنين كمان وبعد 8 سنين. وده معناه ان الانسجام عندهم هيزيد والخبره هتكبر والمشروع كله هيبقى اقوى. طب مين اخطر لاعب عندهم؟ الاجابه بكل وضوح: ايران كوندا او ايرين كوندا زي ما تحب تقول. يمكن الاسم مش مشهور عند جماهير كتير، لكن كشافين اوروبا حافظينه كويس. لاعب خرج من مدرسه بايرن ميونخ وحاليا بيلعب مع واتفورد، جناح سريع وقوي بدنيا وبيجري بالكوره وكانها لازقه في رجله. لكن اخطر حاجه فيه انه مش جناح تقليدي، مره تلاقيه على الخط، مره تلاقيه داخل العمق، مره تلاقيه واقف كراس حربه. يعني المدرب بيستخدمه باكتر من دور، وده بيصعب جدا مهمه اي دفاع. ولو افتكرت هدفه الاخير هتعرف قد ايه اللاعب ده بيعرف يستغل اقل مساحه. لكن ايران كوندا مش النجم الوحيد، في لاعب تاني اوروبا كلها بتتعارك عليه، اسمه لوكاس. عيل كده بيلعب قلب دفاع، عنده 18 سنه وطوله 193 سم. وفي تقارير صحفيه كتير ربطت اسمه بانديه كبيره جدا، منها ليفربول، برشلونه، باريس، استون فيلا وسبيرز. ولما يكون مدافع عنده السن ده والانديه دي كلها مهتمه بيه، يبقى اكيد في حاجه مميزه. لكن اللي لفت انتباهي اكتر مش الاسماء، اللي لفت انتباهي هو متوسط اطوال المنتخب. الحارس 190 سم، 3 قلوب الدفاع 193 198 191، يعني تقريبا كل كره هوائيه داخل منطقه الجزاء تبقى بتاعتهم بدون منازع. وده يخليك تسال سؤال مهم: هو مصر ينفع تلعب عرضيات؟ الاجابه من وجهه نظرك ونظري اكيد لا، لانك ببساطه هتدخل معركه هم اقوى منك فيها، وده اول خطا ممكن تقع فيه. الذكاء الاصطناعي بعد تحليل مباريات استراليا اللي فاتت يعتبر ان اكبر نقطه قوه عندهم هي السيطره على الكرات الهوائيه، ودي حاجه احنا عرفناها. واكبر نقطه ضعف انك تلعب على الارض وبسرعه، ولو قدرت تسحب المدافعين بره اماكنهم ساعتها المساحات هتبدا تظهر. لكن هنوصل للنقطه دي كمان شويه. دلوقتي خلينا نشوف استراليا اصلا بتلعب ازاي، وليه كل المنتخبات اللي قابلتها استحوذت على الكوره ومع ذلك خرجت وهي بتعاني. تعال بقى ندخل على اهم نقطه: استراليا بتلعب ازاي.
لان اول ما تسمع اسم استراليا ممكن يجي في بالك منتخب بيلعب كرة طويلة وخلاص، لكن الحقيقة مختلفة. المنتخب ده عنده هوية واضحة جدا، مش بيحب يستحوذ ومش مهتم انه يطلع لك شكله جميل، هو عايز يكسب وبس. وده اللي خلاه واحد من اقل منتخبات البطولة في نسبة الاستحواذ، واحد اقل المنتخبات في عدد التمريرات. لكن الغريب انه وصل لدور ال 32. ليه؟ لانه بيعرف امتى يحتفظ بالكورة وامتى يسيبها. المدرب بيطلب من لعيبته ان هم يفضلوا كلهم تحت الكورة، وفي لحظة يبقى عندك 10 لعيبة داخل اخر 35 متر. يعني ايه؟ يعني مستحيل تلاقي مساحة. وده اللي وقع فيه منتخب تركيا. تركيا استحوذت وضغطت ولعبت عرضيات وشاطت كور لما قالت كفايه، لكن في النهايه النتيجه كانت لصالح استراليا. ليه؟ لان استراليا اصلا عايزاك تعمل كده. هي بتقول لك اتفضل خد الكوره لف بيها براحتك، اعمل 1000 تمريره 700 عرضيه وعيش وخلي شكلك جميل قدام الناس، لكن اول ما تغلط الدور علينا. وهنا بتبدا اخطر مرحله في المباراه، مرحله التحول الهجومي. بصراحه استراليا من افضل المنتخبات في البطوله في عمليه التحول من الدفاع للهجوم، مش لانها بتعمل 20 ولا 30 تمريره، لكنها بتختصر الملعب كله في 3 أو 4 لمسات. واوقات الهجمه كلها بتبدا من الحارس، تمريره في تمريره، وفجاه تلاقي إيرينكوندا او محمد توريه بقى في وش المرمى. 3 تمريرات بس وانت لسه بتحاول ترجع دفاعك. وده اللي لازم منتخب مصر يخلي باله منه، لان المشكله مش في سرعه استراليا بس، المشكله ان التحول عندهم محفوظ. كل لاعب عارف مكانه كويس وعارف هيروح فين ومين هيستلم ومين هيجري في المساحه ومين هيسحب المدافع. ودي نقطه اشتغلوا عليها سنين. تعال اقول لك مثال. منتخب استراليا بيلعب قدامك بالشكل ده. في اغلب الهجمات هتلاقي المهاجم محمد توريه بيسيب منطقه الجزاء فجاه وبينزل ناحيه الطرف كده عشان يستلم بين الخطوط مع الراجل نص الملعب ده، وتلاقي المساحه دي فاضيه، بيدخل فيها على طول إيرينكوندا من الطرف، فبيتحول من جناح لراس حربة. الحركة دي اتكررت أكتر من مرة في البطولة، وده معناه إن لعبة المان تو مان مش هتنفع. لازم دفاع منتخب مصر يتحرك كله كوحدة واحدة، لأن أي مدافع هيطلع لوحده هيفتح مساحة قاتلة. كمان لاحظت حاجة مهمة جدا، استراليا مش بتبدأ الهجمة من أي ناحية في أغلب الأوقات. كل بناء اللعب دايما بيبدأ من الناحية الشمال، من عند الراجل ده. الراجل ده بالنسبه لهم هو مفتاح الخروج بالكوره، لدرجه انك ممكن تشوف المدافعين يرفضوا يلعبوا ناحيه اليمين ويفضلوا يرجعوا الكوره للخلف لحد ما جوردن بوث الباك الشمال ده يرجع مكانه عشان يبدا اللعب معاه. وده معناه ان المدرب مدي تعليمات واضحه يبدا اللعب من عند جوردن بوث الباك الشمال، لان الراجل ده بيعرف يدخل لجوه كويس وبيفتح زوايا تمرير وبيساعد إيرينكوندا انه يتحرك دايما بحريه. لكن هنا هتبدا اول نقطه ممكن منتخب مصر يستغلها. لو قدرت تمنع الباك الشمال جوردن بوث ده من استلام الكوره، انت بدات تعطل كده اول مرحله في بناء اللعب، وده هيجبرهم ان هم يلعبوا كرات طويله. ساعتها هيكون عندك فرصه انك تسترجع الكوره في وقت اسرع. لكن السؤال الاهم بعد اللي قلته لك ده، هل استراليا فريق كامل؟ طبعا الاجابه لا. عندهم عيوب واضحه جدا، بل وفي ثغرات لو حسام حسن اشتغل عليها صح ممكن تكون مفتاح تأهل منتخب مصر. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه دلوقتي بعد ما تعمل لايك وتشترك في القناة. بعد ما قلت لك على نقاط قوة استراليا، تعالى نتكلم عن اهم جزء في الحلقة، فين نقطة ضعفهم، لان مفيش منتخب كامل. استراليا رغم التنظيم الكبير اللي عندهم الا انهم بيسيبوا مساحات لو عرفت تستغلها صح هتكسب اللقاء. اول نقطة الضربات الثابتة. وما تستغربش لما اقول لك ان منتخب اطوال لعبته مرعبه بالشكل ده، وعندها مدافعين طولها يوصل للمترين، ممكن يكونوا كمان الصبح بيلعبوا كوره وبالليل بيلعبوا باسكت، ومع ذلك بيعاني في الدفاع عن بعض الكرات الثابته. ليه؟ لان المدرب بيعتمد على تكتل كل اللاعبين داخل منطقه ال6 ياردة. تقريبا كل الفريق بيتجمع حوالين الحارس، وده معناه ان حدود منطقه الجزاء بتفضل فاضيه. ولو عندك لاعب بيعرف يسدد، واحنا عندنا بدل الواحد 3، فدي فرصه ذهبيه. وافضل مثال على كده منتخب امريكا. بوتيتشينو لاحظ النقطه دي بسرعه، وفي احدى الركنيات بدل ما يرفع الكره داخل الزحمه عمل حركه ذكيه قوي، وقف 3 عشان يشغلوا مدافعين استراليا في ال18. في نفس اللحظه لعب الكره على حدود منطقه الجزاء، والتسديده طلعت خطيره جدا. دي حركه لازم منتخب مصر يفكر فيها.
بلاش كل ركنيه تبقى عرضيه، لان ببساطه لو لعبتها قصيره ورجعتها على حدود المنطقه يبقى انت كده بتخلق لنفسك فرصه اخطر بكتير. النقطه الثانيه، قلب الدفاع هاري سوتر مش هاري بوتر. يمكن اول ما تشوفه تحس انك مستحيل تعدي منه. لعيب ضرفة باب طوله مترين، قوي جدا في الكرات الهوائيه، لكن اول ما الكره تنزل على الارض القصه بتتغير تماما. لعيب بطيء، دوراناته ابطا، وتحت الضغط بيغلط كتير، وحالته بتبقى حاله وعيشته بتبقى سودة. ودي نقطه ظهرت اكتر من مره. لما امريكا ضغطت عليه اضطر يرجع الكره للحارس، مره تانية فقد الكوره، مره تالتة لعب باص غلط. يعني اللاعب ممتاز في نوع معين بس من اللعب، لكن عنده مشاكل واضحه لما يتضغط عليه بسرعه. وده يخليني اقول لك ان الضغط العالي هيكون سلاح مهم جدا، لكن مش طول المباراه، لان استراليا اصلا مستنيه انك تندفع. الضغط لازم يكون على فترات ومنظم، واول ما الكره توصل لهاري سوتر هنا تبدا تضغط عليه، تقفل زوايا التمرير وتجبره انه يلعب بسرعه، لانه تحت الضغط نسبه اخطائه بتزيد بشكل واضح، لكن لو سبت له وقت هيطلع بالكره بسهوله جدا. النقطه الثالثه، استراليا بتكره اللعب قدام الفرق السريعه على الارض. كل ما المباراه تبقى سريعه والكره تتحرك بسرعه دفاعهم بيبدا يتفكك، وده لانهم بيعتمدوا على القوه البدنيه اكتر من السرعه. عشان كده انا شايف ان اسوأ حاجه ممكن يعملها منتخب مصر انه يدخل المباراه ديت ويبدا يلعب عرضيات، لانك هتديهم اللي هم عايزينه. لكن لو لعبت على الارض وبدات تسحب المدافعين دي بره اماكنها هتبدا تظهر مساحات، وهنا هيجي دور عمر مرموش ودور صلاح، واي لاعب يقدر يدخل بين الخطوط. يا راجل ده حتى الذكاء الاصطناعي هو كمان لاحظ النقطه مهمه قوي. قال لك استراليا من اقل منتخبات البطوله في استرجاع الكوره. يعني اول ما بتخسر الكوره مش بتضغط عليك مباشره عشان تقطع الكوره، لا، بترجع لورا عشان تدافع. وده معناه ان منتخب مصر هيبقى عنده وقت يبني الهجمه، لكن بشرط واحد، التمريره الاولى تكون صح، لان اول تمريره غلط هتديهم الفرصه للتحول اللي هم بيدوروا عليه. وبصراحه انا شايف ان المباراه دي مش محتاجه استعراض ولا مهارات فرديه، دي مباراه تفاصيل صغيره كل قرار فيها ممكن يحدد مصير التاهل. ركنيه صح بهدف، ركنيه غلط بهجمه مرتده، ضغط في توقيت مناسب بفرصه، ضغط عشوائي بكارثه سوداء. وده اللي يخليني اقول لك ان حسام حسن امامه مباراه تكتيكيه من الطراز الاول، ولو قرأ استراليا صح منتخب مصر يعتبره كسبان اللقاء. بعد ما قلت لك على نقاط القوه ونقاط الضعف، يتبقى لنا السؤال، ازاي منتخب مصر هتكسب المباراه دي؟ انا شايف ان حسام حسن لو دخل المباراه بنفس الطريقه اللي لعب بيها قدام نيوزيلندا هيعاني، لان استراليا غير منتخب بيحب انك تستحوذ، بيحب انك تهاجم، بيحب انك تبقى مستعجل، لانه واثق ان اول غلطه هتتحول لهجمه مرتده وبجون. عشان كده انا لو مكان حسام حسن بقى مش هديهم اللي هم عاوزينه، حاسب لهم الكره على فترات مختلفه من اللقاء. ايوه، حاسب لهم الاستحواذ وخليهم هم اللي يحاولوا يبنوا اللعب، لانهم اصلا مش مرتاحين وهم ماسكين الكوره. المنتخب ده خطير لما بيخطفها منك، لكن لما بيضطر هو يبدا اللعب بنفسه بيبدا يرتبك وبيغلط كتير. واول حاجه لازم مصر تعملها انك تمنع التحولات من منشأها، وده اهم نقطه في المباراه كلها. يعني اول ما الكوره تضيع منك لازم اول لاعب واقرب لاعب للكوره يضغط، مش عشان يقطعها لكن عشان يعطل الهجمه. ويا سلام بقى لو قطعها يبقى احسن، لكن انت بتدي فرصه لباقي الفريق انه يرجع، لان اخطر لاعب عندهم ايران كوندا لاعب يعيش ويتغذى على المساحات. لو لقى مساحه هيجري، ولو جرى هيتعب اي مدافع. عشان كده محمد هاني او اي حد هيلعب في الناحيه دي، وهو اللي هو غالبا هيبقى محمد هاني، لازم يبقى مركز 100%، وممنوعه يسيبه في ظهره فاضي. من الاخر يتعامل معاه كده زي ما كان بيعمل مع دوكو في مباراه بلجيكا. النقطه الثانيه، عمر مرموش. في رايي مرموش لازم يبدا على الطرف مش كمهاجم، لان قلوب دفاع استراليا عايزين مهاجم واقف ما بينهم، لكن مش هيحبوا الجناح السريع اللي يدخل عليهم من العمق من غير لا احم ولا دستور. كل مره مرموش يدخل بين الظهير وقلب الدفاع هيخلق مشكله كبيره جدا. نفس الكلام صلاح من الناحيه الثانيه. انا متوقع ان صلاح هيكون مفتاح المباراه دي، مش بالتسجيل لكن لانه هيجبر دفاع استراليا انه يتحرك، واول ما الدفاع ده يتحرك المساحات هتبان. واهم لاعب بالنسبه لنا هيكون امام عاشور، لان المباراه دي محتاجه لاعب يكسر الخطوط، يقدر يشيل الكره تحت الضغط ويعمل باصات سريعه. دي نقطه بيتميز فيها امام عاشور جدا.
مروان عطيه ليه دور مختلف تماما. مش مطلوب منه انه يهاجم خالص، مطلوب منه انه يمنع اول تمريره مرتده، لان اول تمريره عند استراليا هي اخطر واهم تمريره. لو وقفتها يبقى انت وقفت نص الخطوره. اما في الهجوم فاتمنى اشوف مصر اقل في العرضيات واكتر في اللعب الارضي، وخصوصا من العمق، لان اللعب الهوائي كله في صالح استراليا. وصلنا لاهم فقره في الحلقه، توقعات الذكاء الاصطناعي. بعد تحليل نتائج المنتخبين وارقام البطوله وطريقه اللعب وصناعه الفرص والتحولات والكرات الثابته، الذكاء الاصطناعي شايف ان المباراه متقاربه جدا، لكن ليها افضليه بسيطه لمنتخب مصر. ليه؟ لان جوده اللاعبين الفرديه اعلى، وقدره مصر على صناعه الفرص اكبر، لكن بشرط التركيز، لان اي غلط دفاعي هيغير كل حاجه. واذا مصر سجلت الهدف الاول فانا شايف ان فرص التاهل هتزيد جدا. اما لو استراليا سجلت المباراه هتبقى صعبه جدا جدا في العوده. توقعي الشخصي انا انها هتكون مباراه عصبيه جدا، مش هيكون فيها اهداف كتير، لكن ممكن منتخب مصر يقدر يحزمها. توقعي الشخصي 2-1 لمصر، تاهل تاريخي لدور ال 16. ولو حصل ده مش هيكون مجرد فوز، ده هيكون اعلان رسمي ان منتخب مصر راجع ينافس على الساحه العالميه. لكن الكلمه الاخيره هتكون داخل المستطيل الاخضر. هل يتفوق التنظيم الاسترالي ولا تحسمها مهاره لاعبي منتخب مصر؟ اكتب لي توقعك في التعليقات، مين هيسجل ونتيجه المباراه كام. ولو عجبك التحليل ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك في تغطيه كل مباريات كاس العالم. تحليلات كامله وتوقعات الذكاء الاصطناعي. اشوفك على خير. سلام.